يروي زيد بن أرقم يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فأصاب الناس شدة، فقال عبد الله بن أبي ابن سلول رأس النفاق: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، يريد أن يقطع المعونة عن رسول الله وأصحابه. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقول: فأسرعت، يقول زيد، إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقول له ما قال ابن أبي، فأرسل عبد الله بن أبي يكذب كلامي عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله جل وعلا: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فصدقت الآية كلامي.